بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. معاكم القبطان أحمد خليفة عبد العزيز، قبطان بحري. اشتغلت في البحر حوالي 30 سنة، وبعدين طبعا من المخاطر اللي موجودة في البحر بدأ الموضوع يبقى جوايا كحافز ليا كبير جدا في إن أنا أدرس المخاطر اللي موجودة، مش بس في البحر، لا كمان في الأرض. ده خلاني أدرس السلامة والصحة المهنية من منظمة أو من جمعية اسمها National Association of Safety Professional، وديت جمعية معتمدة من Occupational Safety and Health Administration اللي هي الأوشا. ديت معتمدة من الحكومة الأمريكية، وهي ديت الإدارة الأمريكية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية اللي بتعتمد كل الشهادات الخاصة بإجراءات السلامة والصحة المهنية. لما عملت الدراسة بتاعتي في الجامعة الأمريكية وخدت بقى دبلومات وخدت الدكتوراه فيها الحمد لله، فأصبحت مدرب معتمد على مستوى الشرق الأوسط باللغة العربية. طيب، أنا لما خدت الحاجات ديت كان في دماغي إن أنا أشتغل في التدريب، لأن التدريب كان جزء كويس جدا من حياتي في البحر، في إن أنا كنت بدرب الناس اللي بيشتغلوا معايا في البحر وكده. فأنا واخد على موضوع التدريب وحابب الموضوع. وبعدين حبيته أكتر بقى لما حسيت إن ربنا سبحانه وتعالى بيدينا رسالة: من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العظيم. فلقيت بقى إن أنا بقى واجب عليا ان انا ازاي احمي كل القوى البشريه اللي موجوده. طيب، مين المستهدفين بالنسبه لي؟ في ناس كتير بتاخد بكالوريوس او بتاخد ليسانس او بتاخد معهد فني صناعي او بتاخد دبلوم صنايع، فدول المستهدفين بالنسبه لي في ان هم عاوزين يغيروا نوع شغلهم ويخشوا في اجراءات السلامه والصحه المهنيه، خصوصا انها بقت اجراءات لابد اتخاذها من جميع الشركات ومن جميع المصانع. طيب، انا هديهم الدورات دي فين؟ انا بدات الف على مكاتب التدريب واديهم الشهادات بتاعتي، وان انا اوديهم الدوره بتاعتي ازاي ان انا هديها في 5 ايام في 30 ساعه، لان انا معتمد في 13 شهاده ودبلومتين اقدر احصل عليهم من الحكومه الامريكيه لاي متدرب عندي. طيب، انا لما بديهم الشهادات ديت بيقدروا يشتغلوا بيها في جميع انحاء العالم، لانها في ليها سيريال نمبر، ليها كارنيه خاص بيها في ان هم متخصصين في اجراءات السلامه والصحه المهنيه. فكانت المكاتب التدريب هي اللي بتعمل تسويق للدورات ديت، وبيدوها للمتدربين اللي عاوزين او محتاجين ياخدوا الشهادات دي. طيب، لما جم بيجوا بقى بعد كده بيكلموني عشان انا اللي اروح اديهم الدوره ديت، وبعدين خلاص صفتي بالنسبه للمكتب انا مدرب، باجي اديهم الدوره وبجيب لهم الشهادات وشكرا السلام عليكم. طيب، انا ببقى مبسوط جدا في ان انا او شغوف في ان انا اديهم الدورات ديت، لان الدورات دي خاصه باجراءات السلامه في المصانع وفي الشركات الانشاءات وفي المنازل وفي النوادي وفي المدارس وفي اي نوع من انواع الاعمال لابد ان احنا نتخذ فيها اجراءات سلامه وصحه مهنيه. طيب، ايه اللي شدني في الكورس ده؟ لان انا عامل قناه على اليوتيوب وعندي ويب سايت، لكن انا سايبهم بقى وشغال، يعني زي ما طبعا مستر وليد او الدكتور وليد قال، انا شغال بلدي بقى، بقول اللي انا عاوزه وبسجله وبنزله على القناه عندي، وسايب القناه بقى تمشي لوحدها، لا في اي اجراءات لتسويق ولا اي اجراءات ان انا ازودها، ولا كان في اي نوايا في دلوقتي غير ان انا اوصل المعلومات ديت وعلم ينتفع به. لما انا شفت بقى الفيديوهات بتاعت الدكتور وليد، انا بقيت شغوف جدا في ان انا طب اعمل حاجه يعني متخصصه، اعمل حاجه بروفيشنال، اعمل حاجه الناس فعلا ممكن تستفيد بيها اذا كنت انا موجود او غير موجود. فهو دوت اللي خلاني التحق بالدورة ديت. في نفس الوقت انا يعني شغوف جدا بالنسبة للتعليم، ان انا اتعلم حاجة جديدة. التعليم ملوش سن، وطبعا انا سني 63 سنة، فانا ما بقلقش بالتعليم، ودايما بقول لاولادي ان اي حاجة فيها تعليم لازم تدفعوا فيها فلوس كويس عشان خاطر تقدروا تتعلموا كويس وتقدروا تستفيدوا منها. فهو دوت اللي خلاني شغوف جدا في ان انا اعمل حاجة
متخصصة، حاجة عالمية، حاجة منظمة ومرتبة. ويعني ديت بريف كده صغير عني. لو حد يحب يخش القناة بتاعتي، فلما بيكتب القبطان أحمد خليفة فأكون شاكر جدا. لو حد عاوز يخش على الويب سايت بتاعي، فأنا الويب سايت www.ahmedkhalifa، ما فيش أي سبيس بينهم .info. ده الخطوات اللي كانت بداية ليا في العلم أو صناعة صناعة التكنولوجيا. ان شاء الله الدوره ديت هحاول ان انا استفاد منها كويس، واحاول ان انا اعمل حاجه تكون تصل الى العالميه. وطبعا دوت هيكون على ايديكم. واتمنى ان انتم زي ما انتم وعدتونا في انكم انتم يعني ما تستخسروش فينا اي معلومه. العلم يعني المفروض ان ما حدش بيخبيه. انا شخصيا لما حد بيسالني في اي حاجه، طالما ان انا عارفها بقولها على طول. وان شاء الله يكون لنا لقاءات يعني مع بعض على الزوم، ونخش مع بعض في نيجوشيشن كده، وان شاء الله نستفيد من الدورة. واشكركم، ومعلش انا طولت عليكم شوية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.